عمرك سألت نفسك ايه اللي بيحصل لما تحط الكمبيوتر في وضع السليب؟ الكمبيوتر بيدخل في وضع توفير الطاقة ومعظم المكونات بتقف ما عدا الرامات بتفضل شغالة وبتحتفظ بحالة الجهاز زي ما كانت قبل السليب. ولما تصحي الجهاز بيرجع يشتغل بسرعة جدا وتكمل شغلك عادي كأنك ما قفلتش حاجة. بس خلي بالك لو الكهرباء عندك بتقطع كتير الرامات هتفصل وكل اللي متخزن هيضيع. يعني السليب سريع ومريح بس مش آمن اختيار لو الكهرباء بتقطع كتير عندك. عمرك سألت نفسك ايه اللي بيحصل لما تحط الكمبيوتر على وضع الهايبرنيشن؟ الكمبيوتر بيحفظ حالة الجهاز كلها، البرامج المفتوحة، الملفات وكل حاجة على الهارد او الاس اس دي، وبيستخدم جزء من مساحة التخزين عشان يعمل كده. بعدها بيقفل تماما وما بيستهلكش اي كهرباء، ولما تشغله تاني بيرجع يحمل كل حاجة من الهارد وتكمل شغلك من نفس النقطة. صح هو أبطأ شوية من السليب، بس الميزة إنه أأمن، حتى لو الكهرباء قطعت مش هتخسر شغلك. يعني الهايبرنيشن أأمن بس أبطأ شوية وبياخد مساحة من الهارد. طب دلوقتي عرفت ايه اللي بيحصل وقت السليب ووقت الهايبرنيشن، طب اعمل ايه بقى؟ اقفل الكمبيوتر ولا اسيبه مفتوح ولا احطه سليب ولا هايبرنيشن؟ بسيطة يا باشا. دلوقتي لو انت هتسيب الجهاز لمدة ساعة او 2 هترجع له تاني بعديها، حطه على السليب. لو هتنام خالص وتصحى تشغله على طول خليه هايبرنيشن. لو مش هتستخدمه كام يوم لا اقفله طبعا، بس ما تقفلوش كل شوية لان الكمبيوترات دلوقتي بقت موفرة بطبيعتها وذكية جدا، والقفل والفتح الكتير بيضروا شوية.